لا سمعنا نحن حوالي 10 أيام الحكومة السورية جابت مجموعة من المشكوك أنه المصابين بفيروس كورونا وحاطتهم ضمن الحجر الصحي بمدرسة اسمها شهداء الأقصى تقع جنوب غرب تل عرن بين السكان. طبعا الحارة هنيك فيها سكان كتير يعني موجودين حول المدرسة. حسب المعلومات اللي وصلتنا انه هالعائلات اللي هن جابوها بالاساس هن جايين من الشام، بسبب خروجهم من الشام بدون اذن رسمي من الدولة السورية او من الجهات الرسمية فيها حطوهم بالحجر الصحي. السؤال اللي بيراود انه اليوم انا بدي اعمل مركز حجر صحي، يا هل ترى المركز هذا بيكون بين المناطق الآهلة بالسكان ام بتكون بمناطق بعيدة عن السكان منعا لتفشي العدوى؟ هاي جانب. الجانب الثاني عائلات طالعة من الشام باتجاه حلب. نحن بنعرف يعني ضمن الجغرافيا السورية بين كل ضيعة وضيعة في حاجز. يا هل ترى ما كان في ولا مركز إيواء حجر صحي إلا في تل عرن ضمن كل هالمسافة هي؟ هون السؤال الثاني. السؤال الثالث، حلب فيها عدة مراكز وخارج المحافظة، في مناطق ريفية، في مناطق بعيدة عن المناطق السكانية ومجهزة كمراكز حجر صحي. ليش جابونا على مدرسة غير مجهزة، غير مستعدين لها؟ مدرسة ما فيها أقل الحاجات اللي ممكن نقول إنها ممكن تساعد أو إنها تكون كمركز إيواء أو مركز حجر صحي. كل هالأسئلة هاي بتراودنا، كل هالأسئلة هاي الشعب في تل عرن وفي تل حاصل بحاجة لأجوبة لها من قبل الجهات المعنية بالدولة السورية. طبعا صارت مناشدات كثير انه ننقلوا المحتجزين اللي اجوا بعد كم من نهار بالفعل اخذوهم من هنيك طلعوهم من هنيك. بس السؤال انه هل عمل هذا ليش كان؟ بعد 3 ايام في حال وجود اي فيروس او وجود اي مصاب بين هالعائلات هذول العائلات ما كان المركز ما كان مجهز، كانوا يتنقلوا بين الحارات، كانوا يتنقلوا ينزلوا على الاسواق، كانوا يشتروا اغراض احتياجاتهم، فهذول ما امنت لهم شيء او الجهه اللي جابتهم ما امنت لهم شيء، فهن كانوا ينزلوا على السوق ويشتروا. في حال اصابه اي شخص من هالاشخاص هذا بهالمرض هذا كان بالتاكيد انتقلت العدوى لاهالي القريه. طبعا معروف تل عرن تجمع سكاني كبير، قريه تل عرن وتل حاصل تقريبا تشكل حوالي بين 70 ل 75 الف نسمه، والقريتين متلاصقتين مع بعض، يعني البيوت كلها متداخله، يعني تعتبر قريه واحده. التجمع الكبير ظهور اي مرض في ولو حاله واحده راح تؤدي الى تفشي سريع في المنطقه. لهالسبب هذا نحن ناشدنا جميع الجهات ان تاخذ التدابير اللازمه بحيث انه المراكز الايواء الصحي تكون بعيده عن الاهالي. طبعا السؤال اللي كان انه ليش صار هالشيء هذا ضمن تل عرن حصرا يعني. للاسف تل عرن وتل حاصل ما هي المرة الأولى اللي بتتعرض لهيك مشاكل، يعني سواء كانت مشاكل أمنية أو مشاكل اقتصادية أو غير مشاكل. يعني كلياتنا اليوم نعرف الأزمة اللي مرت فيها سوريا بهالفترة هاي. تعرضت المدينتين أو البلدتين لمجزرة مروعة من قبل داعش وجبهة النصرة. وقتها كان عناصر الجيش السوري قريبين جدا من مكان المعركة، ما دخلوا فيه إطلاقا. بعد دخول داعش وجبهة النصرة للقريتين طبعا النظام السوري استعاد القريتين، دخل فيها. للأسف التعامل مع أهالي القريتين كان تعامل مختلف. تقريبا فينا نقول ما ضل ولا شاب واحد إلا تم سجنه، تم استدعائه. في إلى الآن عشرات المفقودين ضمن السجون غير معروف مصيرهم إلى الآن. بالإضافة إلى الحواجز المنتشرة حول القرية واللي بتضايق المدنيين بأي حركة من المدنيين. يعني أي سيارة بدها تدخل أو بدها تطلع من الضيعة مباشرة بتلاقي بيفرضوا عليها أتاوات، بيفرضوا عليها ضرائب، تضييق اقتصادي على الأهالي. معروف يعني الضيعتين ضيعتين زراعيات بالدرجة الأولى،
في جانب آخر بيشتغلوا ضمن تسمين الأغنام والخراف. الجانب الثالث هن الموظفين والعمال اللي بيطلعوا بيشتغلوا مناطق ثانية. طبعا الجانب العمل تقريبا شبه توقف، لذلك أغلب الشباب سافروا لخارج القريتين. الجانب الزراعي وجانب تسمين الأغنام والخراف موجود إلى الآن في الضيعة. أي حركة للسيارات بدهم ينقلوا بضاعتهم من ضيعة للتسويق مثلا لمكان ثاني، مباشرة الحواجز موجودة، بيفرضوا عليهم ضرائب باهظة بهدف التضييق الاقتصادي على أهالي القريتين. هذا من جانب. الجانب الثاني اللي هي حجز السيارات، وهذا بشكل دائم ومتكرر بتصير حجز هالسيارات كمان. طبعا بياخذوا السيارات بحجة تعبئة، فبياخذوها مدة شهر شهرين، وما بيرجعوها لصاحبها إلا مقابل مبالغ مالية حسب ما يتفقوا الطرفين بينها. طبعا مرة ثانية نحن بنطالب الجهات المعنية بالدولة السورية أنها تنظر مرة ثانية بوضع أهالي العرنوط الحاصل، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الصحية. يعني انتشار المرض بهالضيعة تعني إبادة القريتين. يا هل ترى هذا العمل مقصود أم لا؟ ونناشد مرة ثانية الجهات المعنية أن توقف على الأشخاص اللي كانوا سبب بهالحالة هاي.